معاشر الفضلاء، إن التوحيد أكبر نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان، فمن رزقه الله هذه النعمة فليحمد الله عز وجل وليشكر الله شكرا عظيما أن اختاره واصطفاه، وليحافظ على هذه النعمة، وليحذر حذرا شديدا مما يناقضها أو ينقصها، وليدعو إليها بحسب استطاعته. أيها الفضلاء، إن المسلم والمسلمة إذا هدي إلى خير فلزمه، أو هدي إلى شر فاجتنبه، يتسلط عليه السفهاء والجهلة وأصحاب المقاصد السيئة فيعيبونه ويسبونه ويشتمونه ويتنقصونه. ألا ترون أن الفتاة التي تكون في بيئة لا تلتزم بالحجاب ويختلط فيها الحابل بالنابل، وأقصد البيئة الصغيرة، الأسرة ونحو ذلك، إذا استقامت فوسعت ثيابها ولبست حجابها سلطوا عليها الألسنة بالسخرية والألقاب المنفرة، متشددة معقدة، تعيش في القرون الماضية، متخلفة، فضحتنا أمام الناس. سبحان الله، البنت التي تخرج ببنطلون ضيق وقد كشفت أو كشفت عن ساقيها أو كشفت عن كتفيها، هذه ما فضحتهم، لكن بنت استقامت وسترت، يقول هذه فضحتنا عند الناس. وهكذا في كل خير يهتدي إليه المسلم أو شر يجتنبه يجلب عليه، وهذا من الابتلاء يا إخوة، هذا من الابتلاء حتى يتبين الصادق الثابت من المذبذب. فالواجب على من هداه الله إلى خير واجتناب شر أن يحمد الله ويشكر الله ويثبت على ما هو عليه، فإن الله اصطفاه. عندما ينظر إلى من حوله ويسمع هذا الكلام يقول سبحان الله، الله اصطفاني على ضعفي واختارني لأسلم من هذا البلاء الذي يروج على كل هؤلاء، ويثبت على ما هو عليه ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به. لا ينبغي أيها المؤمن أن تكسر بهجمات المخالفين ولا بتشنيع المخالفين، ما دمت على الهدى والتقى، ما دمت رزقت لزوم كتاب الله والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله أنت الأمة ولو كنت واحدا، وأنت الشريف وأنت الكريم وأنت العزيز. فأخلص لله واثبت واستمر في طريقك متمسكا بدينك معتزا بدينك، ولا يهولنك كثرة المخالفين ولا كثرة المرجفين ولا كثرة السابين ولا كثرة المتهكمين، فإن العزة أن تكون عزيزا عند الله، ومن عز عند الله فهو العزيز. والمتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبأصول السلف هو العزيز من الخلق، هو المبارك، هو الذي يسابق إلى الجنات. فالثبات الثبات الثبات الثبات، واحذروا من أن تكسروا. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.